بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. تحية أبدية خالصة من القلب لكم جميعا هنا على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي بالعاصمة بغداد. كل شيء ينذر بأننا على موعد مع معركة كروية مليئة بالإثارة. فرسان الحدود بمواجهة نادي نوروز في إطار الجولة الثلاثون من منافسات دوري نجوم العراق. الحدود يدخلون بشعار لا بديل عن الفوز، وهو يقاتل للهروب من قاع الترتيب. من الجانب المقابل نوروز يبحث عن تصحيح المسار بعد التعادل مع نفط نيسان والكرخ وزاخم. 90 دقيقة عنوانها الشغف ورسم ملامح البقاء والطموح. من يصرخ فرحا بعد صافرة الختام؟ كل الإجابات تبدأ الآن بصافرة الحكم سجاد خالد. على بركة الله تنطلق صافرة البداية من ملعب الساحر أحمد راضي بالعاصمة بغداد بين الحدود ونوروز. على يمين الشاشة بالألوان الزرقاء نادي الحدود، ومن الجهة المقابلة على يسار الشاشة نادي نوروز. الحدود بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة، نوروز بالمركز 14 برصيد 36 نقطة. سيحاول الحدود الابتعاد عن المراكز الأخيرة لتجنب الهبوط. هذه المباراة تعتبر مباراة رد الثأر بالنسبة لنوروز، لأن مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى انتصر الحدود بهدفين مقابل هدف. اليوم حكم أو طاقم التحكيمي لهذه المباراة سجاد خالد، حكم أول المساعد الأول حسين فلاح، يساعد المساعد الثاني باقر سلام، والحكم الرابع أمجد كامل. أما بغرفة الفار عصام فاضل وأحمد صباح. إذن أمامك بالصورة مدرب نادي الحدود الكابتن حمزة هادي. هذه المباراة الرابعة مع الحدود. إذن تشكيلة الفريقين: الحدود بحراسة المرمى عبد الرحمن محمد، قلبي الدفاع علي حسن، استيوار مينا، الظهير الأيمن حسين ضياء، الظهير الأيسر سيف حاتم، باقر عطوان ومحمد فاروق. بخط المنتصف شروان كردستان، أحمد السروري، داغوستم، دينيس أنتوي. هذه مخالفة لمصلحة نوروز قريبة جدا على منطقة الجزام. بنشاهد هذه الحالة وبعد ذلك نذكر لكم تشكيلة نادي نوروز. إذن ركلة حرة مباشرة لمصلحة نوروز بالزي الأبيض التقليدي. إذن على التنفيذ هذه هي المخالفة، وركلة الحرة المباشرة على تنفيذها مارادونا البرازيلي كلاوديو مارادونا نفذها، لكنها اصطدت بالحائط البشري. تعود مرة أخرى عرضية يسارية والإبعاد بمنتصف الملعب، البحث عن أي مساندة. هذه كرة خطيرة خطيرة، لكن مرت على حارس المرمى عبد الرحمن محمد. إذن تشكيلة نوروز بحراسة المرمى هاني شاكر، بقلوب الدفاع وائل بن عثمان ومحمد الزريقات، محمد دلاور، منتظر ستار، حمزة عدنان، علاء الدين الدريدي، كلاوديو مارادونا السورستوم، ايبونيتش. إذن مدرب فريق نوروز الكابتن قحطان شتير. اليوم مباراة صعبة تعتبر على الفريقين. الحدود الذي يحاول بكل الطرق الابتعاد عن المراكز الأخيرة، ونوروز يريد تصحيح المسار بعد التعادلات الأخيرة. إذن كما ذكرنا لكم سجاد خالد حكما لهذه المباراة. تصل الكرة على الجهة اليسرى، دينيس أنتوي لاعب الحدود مهاجم الفريق، هو الأفضل بالجولة الماضية جولة 29. هذه كرة من الجهة اليسرى، باقر عطوان يبحث عن مخالفة لكنها مرت. أمامك بالصورة باقر عطوان شقيق النجم منتخبنا الوطني أمجد عطوان، يمتلك برصيد هدفين على نادي القوة الجوية بالمباراة اللي خسرها الحدود بنتيجة 3-2. إذن أمامك بالصورة بالجهة السفلى على يمين الشاشة طالب باقر عطوان بالمخالفة، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. كان قريب حكم المباراة سجاد خالد. أمامك بالصورة السورستوم مهاجم نوروز، يمتلك برصيد 7 أهداف حتى هذه اللحظة. إذن نوروز اللي يعتمد قحطان كثير باللعب على الأطراف نوعا ما بمباريات الأخيرة، اليوم يريد انتصار. أما حمزة هادي هل سيسمح بذلك؟ أسئلة كثيرة تدور بالأذهان، لكن الإجابة عند اللاعبين. الحدود بعناصر مميزة وكذلك نوروز يمتلكون عناصر ممتازة. مباراة اليوم هذا أمامك بالشاشة استيوار مينا اللاعب الكولومبي مع نادي الحدود قلب الدفاع الكولومبي. إذن رمية جانبي، رمية تماس تنفذ
من الجهة اليمنى بصورة سريعة، تصل بانطلاقة نحو الأمام، البحث عن المساحات، لكن هنا السرعة مستخلصة الكرة بالمنتصف. بنما ينفذ له كرة سريعة من الجهة اليمنى، فكرتها ممتازة، هذه كرة لنوروز، هذه كرة إلى مارادونا اللي سدت بكرة يسارية، لكن باغتت الجميع، اعتلت عن العارضة وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. هذا هو البرازيلي كلاوديو مارادونا بأول تسديدة بالمباراة، اعتلت وخرجت إلى خارج أرضية الملعب. إذن هذه المباراة الرابعة لمدرب الحدود حمزة هادي، خسر مع أربيل 1-0، تعادل مع دهوك 1-1، وبالمباراة الأخيرة بالجولة الماضية فاز على الكرخ بهدفين مقابل هدف. الكرة ملعوبة بالمنتصف، رأسية والإبعاد، بعد ذلك تدخل الدفاعي، لكن نوروز يحاول السيطرة على الكرة، تصل على الجهة اليسرى علاء الدين الدريدي التونسي اللي يستلم ويدور مع كرته. علاء الدين، تعود الكرة مرة أخرى للخط الدفاعي لنوروز، تغييرها على الجهة اليمنى، هذا منتظر ستار، عملية نقل الكرة لمحمد دلاور، محمد دلاور بخارج القدم، ممتازة هذه تمريرة محمد دلاور، بعد ذلك الكرة تصل على الجهة اليسرى، البحث عن أي مساحات بالنسبة لفريق نوروز، لكن مستخلص الكرة تعود لحارس المرمى عبد الرحمن محمد هو الأقرب بهذه الكرة. هل هنالك تدخل؟ الحكم سجاد خالد قريب، نعم هنالك مخالفة، ايفونيتش النيجيري يرتكب مخالفة. هل هنالك بطاقة صفراء على ما يبدو؟ حكم المباراة سجاد خالد أشهر البطاقة أو لا؟ تدخل مهاجم نوروز ايفونيتش على الحارس عبد الرحمن محمد، نشاهد أمامك بالصورة عزيزي المشاهد، تدخل اعتبر الحكم سجاد خالد بأنه تدخل نوعا ما قوي، لكن هنا الحديث ايفونيتش النيجيري بحديث مع حكم المباراة سجاد خالد، نعم بطاقة صفراء أولى باللقاء بالدقيقة السادسة من عمر شوط المباراة الأول، حديث وكلمات، لكن بالأخير خرجت البطاقة. سلامات لحارس المرمى عبد الرحمن محمد. أذكركم أبرز إنجازات وأرقام نادي الحدود، بطل الدوري العراقي الممتاز بدوري الدرجة الأولى اللي أصبح الآن اسمه الدوري الممتاز بموسم 2021. تقف المباراة الآن للإطمئنان على سلامة الحارس عبد الرحمن محمد. نادي الحدود هذا النادي اللي تأسس بسنة 1976 اللي يمتلك فرق في مختلف الألعاب الرياضية، منها كرة القدم، كرة السلم، لكن ما يشتهر به الكيك بوكسينج والمصارعة. إذن حارس المرمى عبد الرحمن محمد لا زال، هل يشكو من إصابة؟ هو قائد الفريق، لا نتمنى مشاهدة الإصابات بدورينا من النتائج الإيجابية على مستوى دوري نجوم العراق لموسم 2024-2025. الجولات تقريبا فيها كل مبارياتها فيها أهداف باستثناء مباراة النفط والطلبة وكذلك زاخو ونوروز اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 من دون أهداف. قمم كروية بآخر جولات دورينا، المنافسة لا زالت مستمرة والصراعات مشتعلة ما بين أندية المقدمة. نتكلم الآن بالترتيب الحالي، الزوراء برصيد 51 نقطة بالصدارة، أما الوصيف نادي الشرطة ب 59 نقطة، يمتلك مباراة مؤجلة نادي الشرطة مع أدهوك. إذن هل بإمكان الحارس عبد الرحمن محمد بأن ينهض ويتاب؟ على ما أعتقد صقر عجيل. هل يشارك الحارس البديل صقر عجيل أو بإمكان عبد الرحمن محمد متابعة المباراة؟ بالدقيقة السادسة تدخل من مهاجم نوروز ايفونيتش على الحارس عبد الرحمن محمد، ومن خلالها تلقى البطاقة الصفراء. نادي نوروز النادي اللي تأسس بسنة 1994 محافظة السليمانية من شمالنا الحبيب، بالموسم السابق كان بالمركز السابع برصيد 56 نقطة، هذا الموسم حتى اللحظة بالمركز 14 برصيد 36 نقطة. فاز ب9 مباريات نادي نوروز هذا الموسم على النجف، على الطلبة، وعلى دهوك، وعلى ديالى، وعلى الميناء، وكذلك ديالى وأيضا الميناء، ذهاب وإياب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية على الميناء وديالى، وبالأخير انتصار التاسع كان على أربيل. هل سيتابع الحارس عبد الرحمن محمد؟ نتكلم عن إحصائيات الحدود هذا الموسم، سجل 29 هدف واستقبل 60 هدف، يعني ما
أرقام ثقيلة على مستوى استقبال الأهداف، لكن مع المدرب حمزة هذه تغيرت أمور كثيرة وبدأ تصحيح المسار. إذن ينهض الحارس عبد الرحمن ويتابع أحداث المباراة وتعود المباراة للاستئناف، وهذه كرة تصل بمنتصف أرضية الملعب. عملية التغيير على الجهة اليمنى تصل لمصلحة الحدود، عملية البحث عن تمريرات، لكن الجهة اليمنى واضحة بأنها تريد البحث بعدما وصلت من قلب الدفاع علي حسن بالرقم 14. عملية تغيير اللعب على الجهة اليسرى، لكن كرة كانت طويلة وبعد ذلك خرجت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة فيها الكثير والكثير، لا زلنا ببدايتها. أمامك بصورة الحكم سجاد خالد قاضيا لهذه المباراة. رمية جانبية تنفذ بصورة سريعة لنوروز، تعود والإبعاد من الخط الدفاعي من الأردني محمد الزريقات. تعود الكرة الآن للحدود، تمريرة من الجهة اليمنى، الحدود اللي يعتمد أيضا على السيطرة على منتصف الملعب. هي معركة لخط المنتصف للبحث عن السيطرة لإدارة المباراة كما يريدون. تمريرة تصل، سيف حاتم ظهير الأيسر يختار العودة لقلبي الدفاع، هذا هو علي حسن. علي حسن لا تلعب بالنار يا علي حسن. هذه كرة اصطدت، مطالبة بلمسة يد، لكن متابعة للعب. هذه للحدود، هذه للحدود، لكن صافرة من حكم المباراة سجاد خالد تؤكد بأنها مخالفة لمصلحة الحدود. مخالفة بهذا التوقيت نشاهدها بالإعادة. هنا التدخل الموجود على محمد فاروق الأثيوبي. إذن كرة تصل بالمنتصف، تمريرة تصل على الجهة اليمنى، عملية المداورة للبحث عن سلسلة من التمريرات بالنسبة للحدود، لكن الرواق أو الجهة اليمنى قائد الفريق أيضا السو رستم اللي كما ذكرنا لكم يمتلك برصيد 7 أهداف حتى اللحظة، لكن هداف الفريق مروان حسين على دكة البدلاء برصيد 14 هدف. هذا رمية جانبية من الجهة اليمنى بالدقيقة 12 من شوط المباراة الأول. لا زال التعادل السلبي هو من يحافظ على أجواء هذه المباراة. تصل من اليسار نوروز، عملية نقل الكرة تصل مرة أخرى على اليمين، استعادة بعد ذلك بالمنتصف بالكعب تعود، لكن الأقرب الخط الدفاع للمدافعين. تعود لحارس المرمى استوار مينا الكولومبي، يختار العودة لعبد الرحمن محمد. تصل الكرة بمنتصف الملعب، مرت وقالت من هنالك الكرة الماضية. تصل على الجهة اليمنى، انطلاقة نحو الأمام، تمريرة سريعة للحدود، بالحدود هذه للحدود، انطلاقة نحو الأمام، البحث عن حلول، البحث عن مساحات، لكن الكرة مرت. داكوستا السنغالي خطير جدا على الجهة اليمنى. بعد ذلك هنا تمريرة بالكعب، لكن مرت عليك يا شيروان كردستان. شيروان كردستان بالرقم 9، مرت كرتك، كانت فكرتها ممتازة. هذه تمريرة على الجهة اليسرى، البحث عن مساحة، لا زالت الكرة لم تغادر. الآن غادرت إلى خارج أرضية الملعب. باقر عطوان في صراع بدني، هذا اللي أمامك بالصورة باقر عطوان، صراع بدني كان موجود باللقطة الماضية. وبعد ذلك هل هي ضربة ركنية؟ نشاهد على ما يبدو نعم ضربة ركنية سيشيرها سجاد خالد حكم المباراة. إذن على التنفيذ، كرة تنفذ بصورة سريعة لمصلحة فرسان الحدود. تمريرة كانت بعيدة جدا نوعا ما على الزميلة، سوء التفاهم باللقطة الماضية. إذن شيروان كردستان بعد تمريرة باقر عطوان. الكرة الآن ضربة مرمى للحارس هاني شاكر بهذه اللحظات. لحد هذه الدقيقة تسديدة واحدة على المرمى باللقاء كانت من لاعب نوروز البرازيلي كلاوديو مارادونا اللي اعتلت العارضة وخرجت خارج أرضية الملعب بالدقيقة 5 من شوط المباراة الأول. إذن الحارس هاني شاكر يلعب كرة سريعة من الجهة اليمنى، رأسية تصل بمنتصف الملعب، البحث عن مساحات، منتظر ستار يخسر الكرة والنقلة تصل إلى شيروان كردستان. شيروان بالواحد على واحد، تمريرة جميلة ممتازة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة عالية ممكن للحدود، ممكن تسديدة. الله 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 على الطاير، لكن الحارس هاني شاكر هو من تصدى للتسديدة الماضية. رائعة الكرة كانت من أحمد السروري اللاعب اليمني اللي سدد تسديدة قوية، لكن هاني شاكر كان لها بالمرصاد. ممتاز
ردة الفعل أبرز ما يميز حراس المرمى هي ردة الفعل. شاهدها بالإعادة على الطاير، اختارها بصورة جميلة، لكن هاني شاكر كان موجود بالتوقيت المناسب. أيضا ماذا هنا؟ هل غادرت الكرة أو ماذا؟ يا سيد الحكم، هذا هو أحمد السروري يسدد أول تسديدة لنادي الحدود. شوف شاهدها بالإعادة، دوران جميل وتمريرة بالمليمتر وعلى الطاير، لكن هاني شاكر كان بالموعد. وبعد ذلك فرصة الحدود مرت، والآن بدت فرص المباراة تظهر. تعود الكرة لهاني شاكر. هاني شاكر سريع الكرة، بعد ذلك على الجهة اليسرى تمريرة اصطدت، وعلى ما يبدو استئناف اللعب ينهض من أجل المتابعة من الجهة اليمنى، البحث عن العرضيات. كما أكدنا لكم قبل لحظات الجهة اليمنى للحدود تحرك بصورة ممتازة مع حسين ضياء، اللاعب الشاب 18 سنة مع نادي الحدود، يعتمد عليه الحمزة أو عفوا المدرب حمزة هادي بصورة أساسية. إذن رمية جانبية لنوروز، ربع ساعة مرت من شوط المباراة الأول من دون أهداف حتى اللحظة. شاهدنا هجمة بهجمة، كلاوديو مارادونا بتسديدة واحدة على مرمى الحارس عبد الرحمن محمد، وبالجانب المقابل أحمد السروري سدد على الحارس هاني شاكر. ربع ساعة ممتازة، عملية جس النبض، اختبارات ما بين المدربين حمزة هادي قحطان كثير. إذن هذا سيف حاتم ظهير اليسار لنادي الحدود. تعود الكرة الآن إلى نوروز، عودة لحراسة المرمى بعد تمريرة من التونسي وائل بن عثمان. عملية نقل الكرة من الجهة المقابلة، لكن للخطوط الدفاعية علاء الدين كذلك لاعب تونسي، علاء الدين وأيضا وائل بن عثمان من تونس يمثلون نادي نوروز. كرة تصل على الجهة اليسرى، كل البحث عن هدف أول ممكن يحرك هذه المباراة، يعطيها دافع معنوي للطرفين. أيضا يسقط قائد نوروز السورستوم ويتحصل على مخالفة بهذه اللحظات. مخالفة نشاهدها بالإعادة، حكم المباراة سجاد خالد كان قريب باللقطة الماضية. أيضا مخالفة لنوروز تنفذ بصورة سريعة بانوم، وبعد ذلك تعود الكرة. حدثت على لاعبين نوروز وكذلك فريق الحدود يكون تشكيل نوعا ما بين المحترفين وما بين اللاعبين المحليين، انسجام واضح حاضر من لاعبين نوروز وكذلك الحدود، لكن الأفضلية على مستوى الاستحواذ حتى اللحظة هي لنوروز. الكرة مرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية، محمد دلاور الظهير الأيمن لنادي نوروز، تصل الكرة بعد ذلك فيها مخالفة لمصلحة نوروز. شيروان كردستان في حديث مع سجاد خالد حكم المباراة، لكن بالأخير هي مخالفة لمحمد دلاور. هذا المخالفة بهذه اللحظات كما ذكرنا لكم دورينا يا جماعة، دورينا جميل، دورينا رائع، جولات مليئة بالمتعة والأهداف، وكذلك الأهداف الجميلة حاضرة بكل جولاته. واليوم بالجولة 30 وقريبين جدا من الجولات الأخيرة لمعرفة من هو بطل دوري نجوم العراق موسم 2024-2025. صراع ما بين فرق المقدمة، لكن لا زال هنالك الكثير والكثير. الكرة تنفذ سريعة داخل منطقة الجزاء، لكن تمر بعد ذلك تدخل ممتاز باللقطة الماضية. ستيوارت مينا الكولومبي هو بإبعاد الكرة الماضية. على ما يبدو نشاهد الركلة الحرة المباشرة اللي نفذت قبل لحظات، نعم أبعدها ستيوارت مينا بالرقم 17 مدافع الحدود، وتحولت إلى ضربة ركنية لنوروز من الجهة اليسرى على التنفيذ. ضربة ركنية لنوروز. هل يعتمدون على الكرات الثابتة نادي نوروز؟ لكن تمر الكرة وهذه على الطاير أو لا، لكن لم يجد المساحة السورستوم يستلم هذه الكرة، لكن فقد التوازن السورستوم وكرة تمرت إلى خارج الملعب. طالت بعد ذلك كرة السورستوم. سيف حاتم أمامك بالصورة، ظهير الأيسر هذا هو أحمد السروري اليمني، يسدد تسديدة واحدة حتى اللحظة على مرمى نوروز.
هذه الكرة اللي تعود من الجهة اليمنى، تحضير ممتاز، لم تغادر حكم المباراة قريب، لم تغادر، وهذه الكرة تعود مرة أخرى. الاستلام والدوران، داكوستا اللي يبحث عن المساندة، بعد ذلك تمريرة أولى وثانية. داكوستا ينطلق نحو الأمام، السنغالي يمرر إلى أحمد السروري يختار العودة بمنتصف الملعب، بعد ذلك العودة. مباراة نوعا ما جميلة حتى اللحظة، تبادل تمريرات، سيطرة من هنا وسيطرة من هناك، استحواذ للحدود واستحواذ لنوروز، لكن لا زلنا ننتظر الأهداف، من يسجل أولا ومن يقص شريط البداية للإعلان عن أول أهداف هذه المباراة. جولة 30 ما بين الحدود ونوروز. بالمناسبة هذه المباراة تلعب بالنسبة لنادي الحدود بملعب المتمثل مؤقتا حتى اللحظة ملعب الساحر أحمد راب. إذن الكرة تعود، تبادل التمريرات على ما يبدو مدرب نوروز قحطان كثير يلعب بأسلوبه الخاص، يحاول سحب لاعبين الحدود إلى ما بعد المنتصف، وبعد ذلك الضرب العمق الدفاعي بالكرات العالية، هذا ما يبدو. لكن الخيارات تتغير بمجرد مرور الوقت، وهذه الكرة اللي تعود الآن للخطوط الدفاعية، البحث عن تمريرة عن طريق التونسي وائل بن عثمان اللي غيرها من الجهة المقابلة، البحث عن مساندة. شوف لاعبين الحدود حتى اللحظة عملية الضغط على حامل الكرة غير موجود، يتركونهم يلعبون كما يريدون لأنهم يخشون المرتدات، لا يريدون استقبال أي مرتدة. شوف الاستلام الجميل من محمد دلاور، كنترول ولا أروع، تمريرة أخرى وانطلاق نحو الأمام بانوم، لكن لا كرة تمرت بانوم، بعد ذلك تعود الكرة سريعة كانت في اللقطة الماضية. هنا الأخطاء ممنوعة، لكن صافرة موجودة من حكم اللقاء سجاد خالد. تمريرات متبادلة من اللاعب بانوم الأثيوبي الرقم 44 مع نادي نوروز. إذن محمد فاروق الغاني، محمد فاروق لاعب الحدود تحصل على مخالفة أكدها حكم اللقاء سجاد خالد، وبذلك مرت 22 دقيقة حتى اللحظة من شوط المباراة الأول من دون أهداف، لكن على ما أعتقد باستمرارية الجولات الحالية والماضية وما قبل الماضية. أمامك بالصورة مدرب الحدود حمزة هادي محسن، 56 سنة، بدأ مسيرته التدريبية بعام 2018. هذه الكرة اللي تعود مرة أخرى بعد ذلك لمصلحة الحدود الأزرق، والمحاولات تمريرة جميلة لكن يخسرها داغوستا بعد تمريرة أحمد السروري، لكن هنا الضغط العالي وممكن مرتدة لمصلحة نادي نوروز. هنا تدخل والمرور الجميل والسرعة الحاضرة، السورستوم بمفردة أسو يحاول السرعة، الله 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 الله، تكمل يا أسو، تكمل. هذا الهدف نوروز فعل كل شيء السورستوم، لكن كرة مرت وضاعت، وهذه من الممكن اللي يضيع يقبل. تمريرة سريعة لأحمد السروري، الله 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 على رأسية جميلة، لكن العارضة اصطدت، وأي عرضية من السروري والرأسية جميلة. شوف أحمد السروري يلعب له عرضية جميلة، لكن السنغالي داغوستا والعارضة تحرم الحدود من أول أهداف اللقاء. شوف المباراة، السورستوم اللي قدم فاصل مهاري وتجاوز أكثر من 3 لاعبين وأرسل كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، لكن استغلها الحدود وذهب للمرتدة، وأحمد السروري مرر له تمريرة جميلة لداغوستا، لكن العارضة كانت بالمرصاد. فرص توحي بأن المباراة ستكون فيها الكثير والكثير. إذن فرصة ضاعت على الحدود اللي قلنا لكم ببداية المباراة أن لمسات المدرب حمزة هادي واضحة على الفريق. تكلم عن الأرقام نوعا ما تعتبر صعبة، لكن هذه الجولات الأخيرة بالنسبة لنادي الحدود
حمزة هادي هل يمتلك الثقة بإبعاد الحدود عن المراكز الأخيرة؟ أيضا عبد الرحمن محمد، مواجهة ممتازة أيضا ما بين الحارسين عبد الرحمن محمد، وبالجانب المقابل الحارس نوروز هاني شاكر. إذن كما أكدنا لكم مشاهدينا متابعينا يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، الحدود بالمركز الحدود نعم بالمركز 17 أو بالمركز الأخير عفوا برصيد 17 نقطة، ونوروز بالمركز 14 برصيد 36 نقطة. تصل الكرة على اليسار، تبادل التمريرات للحدود، الحدود بعد الفرصة أو الفرصتين الآن لديهم نوعا ما ثقة عالية بالوصول لأكثر من مناسبة. هنا التمريرة السريعة تصل ستيور مينا، هذا السروري ممتازة عملية سحب الكرة. أحمد السروري صراحة يقدم شوط أول ممتاز حتى هذه الدقيقة. أحمد السروري خلق أكثر من فرصة، سدد تسديدة خطيرة على نوروز، وبذلك أهدى كرة رائعة بالمليمتر لداكوستا، لكن هنا على ما يبدو نعم التسلل موجود، راية وتسلل. هذه الفرصة هي أخطر فرص هذه المباراة. شوف لعبها بصورة جميلة السنغالي داكوستا، لكن العارضة كانت له بالمرصاد. إذن كرة تنفذ سريعة، أيضا لا يجب أن ننسى ما قدم السورستوم قبل هجمة الحدود، فعل فاص أو قدم فاصل مهاري جميل، لكن المباراة لا زالت 0-0 من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. تبادل التمريرات، السيطرة على الاستحواذ بالنسبة لنوروز، هذه نقلة لعلاء الدين، عملية تغيير اللعب على الجهة المقابلة لمنتظر ستار، يتركها لزميل الآخر بالمنتصف، بعد ذلك تعود من بانهم للخط الدفاعي، عودة مرة أخرى بعدما وصلت لوائل بن عثمان، عملية نقل الكرة على الجهة اليسرى انطلاقة نحو الأمام، البحث عن أي ثغرة. هذا السو على ما أعتقد نعم السورستوم، دوران مع الكرة لكن صراع، لا هذا ليس السورستوم. بالرقم 3 حمزة عدنان، عودنا على الجهة اليسرى بأن يكون دائما السورستوم. أمامك بالصورة حسين ضياء، اللاعب الشاب 18 سنة، هذا هو السورستوم برقم 9، هو من يحمل شارة القيادة لنادي نوروز. الجهة اليسرى خطيرة بالنسبة لنوروز، هذا ما يجب أن يركز عليه حمزة هادي، لكن بالجانب المقابل أيضا الجهة اليمنى للحدود مع أحمد السروري تشكل خطرا على نوروز. هذه هي فعالية المباراة. تتكلم عن الجانب الفني، الحدود كل هجماته تبدأ من الجهة اليمنى، وبالجانب المقابل نوروز كل هجماته تبدأ وخطورتها من الجهة اليسرى. تصل الكرة الآن، تنفذ بصورة سريعة للحدود، تمريرة على مستوى الأطراف بعدما كان هنالك شيروان كردستان، وهنا الصافرة بطاقة صفراء على من؟ بطاقة صفراء أخرى بالمباراة. فونيتش لاعب نوروز تحصل على البطاقة الأولى بالدقيقة السادسة، وهذه المرة سيف حاتم الظهير الأيسر لنادي الحدود يتلقى أو يتحصل على بطاقة صفراء. سيف حاتم. إذن الحدود والفرصة الخطيرة اللي كانت من داغوستا، وأيضا لا ننسى فرصة السورستوم. سلامات للاعب نوروز مستلقي على أرضية الملعب الظهير الأيمن محمد دلاوة مثل أربيل. هذا السورستوم يمني النفس اليوم بأن يسجل هدف الثامن الشخصي بمنافسات دوري نجوم العراق لموسم 2024-2025. قحطاني كثير اليوم بمهمة نوعا ما مختلفة. تكلم على نادي نوروز اللي لعب حتى هذه اللحظة ومع هذه المباراة رقم 30، فاز ب9 مباريات، تعادل كذلك ب9 مباريات، خسر 11 مباراة. أكبر فوز هذا الموسم على الميناء كان بنتيجة 5-1 بالمباراة اللي تألق فيها مروان حسين وسجل هاتريك. شوف هذه بالعادة هذه اللقطة اللي تكلمنا عليه،
السورستوم اللي حاول بكل الطرق ووصل وقدم عرضية داخل منطقة الجزاء لكن لم يستلمها بالصورة المطلوبة ايفونيتش، وبعد ذلك تحولت الى مرتدة بالجانب المقابل. اذن السورستوم، تكلم على مهاجمين الفريقين، السورستوم الجانب الاخر ايفونيتش او الاخر ايفونيتش، اي نعم، ايضا للحدود دينيس انتوي وداكوستا. هذه هي المخالفة لمصلحة نوروز، نصف ساعة، قريبين من نصف ساعة أولى من شوط المباراة الأول، والمباراة من دون أهداف حتى هذه اللحظة. الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، هذه رأسية والإبعاد من الحدود، ويعتمدون على المرتدة. شوف المرور الجميل، ملعوبة الكرة لكن رأسية وائل بن عثمان موجودة لتشتيت الخطر وإرسالها لزميل الآخر على الجهة الأخرى. تمريرة الآن على علاء الدين، تمريرة أرضية سريعة، والآن أصبحت عالية لكن اصطدت. عملية التحضير للحدود، تمريرة طالت في اللقطة الماضية، وبعد ذلك الكرة على الجهة اليمنى. تكلم اللاعب الوحيد الموجود بتشكيلة الأفضل بالجولة الماضية هذا هو دينيس أنتوي الغاني. دينيس أنتوي هو أفضل لاعب أيضا في الجولة، نعم، راية وتسلل على الحدود. تكلمنا عن الغاني، دينيس أنتوي هو أفضل لاعب بالجولة 29، هو الوحيد الموجود من تشكيلة الحدود بالتشكيلة الأفضل بالجولة 29. إذن راية وتسلل على تنفيذ الحارس هاني شاكر. 31 دقيقة من دون أهداف لكن شوط جميل، هجمات موجودة، خطورة، الفريقين هددوا ووصلوا. هنا حديث مع حكم المباراة سجاد خالد مع اللاعبين لكن يطالب باستئناف المباراة واللعب. ايضا تمريرة لنوروز تصل لوائل بن عثمان اللي يلعب كرة عالية من الجهة اليسرى، ممتازة الكرة لكنها طالت، وبعد ذلك الى خارج الملعب. رمية تماس لمصلحة الحدود. هل من الممكن ان نشاهد هدف اول بشوط المباراة الاول؟ حسين ضياء يلعب الرمية الجانبية، تنفذ بصورة سريعة، بعد ذلك حسين ضياء يلعب كرة عالية، البحث عن الوصول لكنها مرت وطالت في اللقطة الماضية. شيروان كردستان كان يبحث عن استلام الكرة لكن بعد ذلك وصلت الى رمية تماس، رمية جانبية، تنفذ سريعة لداكوستا. يمرر تمريرة جميلة، دوران مع الكرة، دينيس أنتوي يختار العودة على الجهة اليمنى، هذا السروري لكن رأسية وإبعاد من الخط الدفاعي لنوروز. استلام الآن، ممكن مرتدة، شوف المرور الجميل، هنا الانطلاق نحو الأمام، البحث عن تمريرة وصلت سريعة عن طريق اللاعب محمد دلاور يبحث عن تمريرة سريعة لمارادونا البرازيلي، لكن عرضيته اصطدت بالكرة الماضية وتعود مرة أخرى. بانو لمسة سريعة لمنتظر ستار يبحث من خلالها بأن يمرر لكن محمد دلاور، وهنالك الراية على ما يبدو غادرت الكرة، لكن فاعلية نوروز واضحة بهذه اللحظات. تسلل أو خرجت الكرة، قرار النهائي لحكم الراية مساعد الأول حسين فلاح. إذن محمد دلاور، سيف حاتم على التنفيذ، هذه الرمية الجانبية تنفذ بصورة سريعة رأسية حاضرة. مارادونا يهيئ كرة لمحمد دلاور لمارادونا كلاوديو، ولكن مخالفة من الأولى يقول عنها حكم المباراة سجاد خالد، هي مخالفة من الحالة الأولى، قدم فاعلية ممتازة هذا البرازيلي. إذن كلاوديو مارادونا، مخالفة الآن، حديث لازال سجاد خالد مع اللاعب سيف حاتم. لا داعي للاحتجاج يا سيف، لا نتمنى بأن تظهر البطاقات ملونة، لديك بطاقة صفراء. اليوم حمزة هادي والقحطاني كثير، مواجهة لا زالت فيها الكثير، لا زالت المباراة فيها أشياء مخبئة سنتعرف عليها من خلال الدقائق المقبلة
إذن على التنفيذ الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق. هذه هي المخالفة تنفذ بالمباشر، اختار أن ينفذها بالمباشر، لكن الحارس عبد الرحمن محمد. هنا الانطلاقة، حرب السرعة السروري وكذلك منتظر ستار، لكن اصطدت بداكوستا، مكان خطير، لكن مرت إلى رمية تماس. داكوستا كان من الممكن أن يخطفها هذه الكرة. أيضا تحسب لمنتظر ستار العودة الدفاعية لكرة أحمد السروري. أيضا رمية تماس بهذه اللحظات، رمية جانبية لمصلحة نوروز، طالب بتنفيذها بصورة سريعة، لكن على ما يبدو هنالك حديث مع حكم اللقاء السورستوم، لكن استئناف اللعب والكرة تصل من الجهة اليسرى بعد ذلك بمنتصف الملعب. هنا التبادل الرأسيات، تعود لنوروز، ملعوبة الكرة عالية والأقرب حسين ضياء هنا ممكن لنوروز، هذا مارادونا، لكن كلاوديو لم يجد المساحة أمام قلبي الدفاع. سيف حاتم، هنا العودة اللي كانت موجودة، سيف حاتم، هنا التمريرة العالية، لكن على ما يبدو غادرت الكرة 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. 0-0 النتيجة يا من تشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذه الكرة لمحمد دلاور من الجهة اليمنى، دلاور 1 على 1، لاعب ممتاز، الظهير الأيمن دلاور، محمد دلاور يمرر، تعود بعد ذلك، شوف الحدود والمرتدات، فرسان الحدود والمرتدات دوران مع الكرة عن طريق محمد فاروق، وبعد ذلك الكرة تعود تمريرة بالمنتصف، محمد فاروق انطلاقة نحو الأمام والنقلة السريعة من الجهة اليسرى، لكن هذه كرة تعود لمصلحة نوروز، وممكن الهدف الأول. هذا كلاوديو مارادونا على الجهة اليمنى، مارادونا 1 على 1، مرر لمحمد دلاور، لكن قطع الكرة بصورة ممتازة وعودة دفاعية رائعة باللقطة الماضية. أيضا تعود الكرة، يريدون استغلال أي مساحة، الخط الهجومي للحدود، تدخل، وماذا يقول عنها حكم المباراة؟ بالسلامة. هو لم يؤكد على مخالفة، لكن هنا عملية الاطمئنان على سلامة اللاعب كلاوديو مارادونا. لا نتمنى مشاهدة الإصابات، سلامة اللاعبين من أهم الأشياء. هنا نعم لم يكن متعمد، لكن هنالك تدخل على مستوى الرأس على ما أعتقد. اي نعم سلامات يا مارادونا. وبانتظار استئناف اللعب بهذه اللحظات، نادي الحدود هذا الموسم، هذه هي المباراة رقم 30، فاز فقط ب5 مباريات، تعادل بمباراتين، ومن هنالك خسر ب 22 مباراة. كرة تصل على الجهة اليمنى، تنفذ سريعة، الاستحواذ للحدود ب 54% مقابل 46 لنوروز. كرة تعود للحدود، الأزرق يبحث عن الهدف الأول، هذه كرة عرضية، لكن الأقرب الحارس هاني شاكر. هل من الممكن أن نشاهد هدف بشوط المباراة الأول؟ كل شيء وارد، ممكن الأهداف تأتي بأي لحظة، المباراة فيها الكثير والكثير، هجمات موجودة حتى هذه اللحظة. الكرة تعود مرة أخرى للخطوط الدفاعية، نوروز يقدمون مباراة ممتازة، كذلك الحدود وصلوا لأكثر من مرة من أحمد السروري وداكوستا. الكرة اللي اصطدت بالعارضة، وهذه الكرة اللي تعود مرة أخرى على الجهة اليسرى. نوروز يحاول إيجاد أي ثغرة، لكن حمزة هادي مدرب الحدود لا يريد الاندفاع والضغط على حامل الكرة. شوف الآن بدأ يعطيهم توجيهات بالاندفاع، توجيهات حاضرة أمامك بالصورة، مدرب حمزة هادي. الكرة تعود الآن بمنتصف الملعب، عملية تغيير اللاعب على الجهة اليمنى، هذا منتظر ستار لوائل بن عثمان. وائل لا تلعب بالنار، الأخطاء هنا والصافرة، لقطة في غاية الروح الرياضية. دينيس أنتوي، شاهد بالإعادة، دينيس أنتوي مع وائل بن عثمان،
الغاني والتونسي بدورينا. هذه كرة لكن على ما اعتقد ضربة ركنية لنوروز. من الاشياء الجميلة والمميزة بدوري نجوم العراق، شاهد مختلف الجنسيات فيهم ولديهم روح رياضية عالية. هي بالاخير كرة القدم لعبة جميلة جدا، هي ليست فقط مجرد لعبة، هي تجمعنا على المحبة وعلى التسامح وعلمتنا الكثير والكثير. اذا ضربة ركنية لنوروز، اخر 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الاول. ركنية الثانية لنوروز او الثالثة على التنفيذ داخل منطقة الجزاء الرأسية، لكنها الى خارج الملعب من التونسي وائل بن عثمان. استغلال الكرات الثابتة حتى اللحظة لم يأتي، ولا زال هنالك الكثير والكثير. المركز الأخير هذه الحدود يواجه المركز 14 نادي نوروز بعد نتائج إيجابية مع المدرب حمزة هادي للحدود. آخر مباراة انتصر على الكرخ بهدفين مقابل هدف، قبلها تعادل مع ادهوك بهدف مقابل هدف، والآن الكرة تغادر إلى خارج الملعب. مباراة كل شيء فيها جميل لكن ينقصها فقط الأهداف، وعلى ما أعتقد هنالك الأهداف مجرد اعتقاد، كل شيء وارد. هذا 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. يا من تتابعوننا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي للجولة 30 ضمن منافسات دوري نجوم العراق ما بين الحدود وما بين نوروز. 0-0 من دون أهداف حتى هذه الدقيقة. الكرة من الحدود تنفذ، لكن العودة وتشتيت الخطر من الخط الدفاعي. تكلم على الأظهرة، الظهير الأيمن لنادي نوروز محمد دلاور، هذا اللي أمامك بالصورة، نعم محمد دلاور. كرة تعود الآن، سيف حاتم يمرر للحدود، هذه فرصة خطيرة 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 ممكن للحدود، لكن هنالك الراية، هنالك الراية قبل التمريرة على ما أعتقد. نعم غادرت الكرة، غادرت بكامل محيطها إلى خارج الملعب. خلينا نشوفها بالإعادة. صعبة صراحة، صعبة القرار لحكم اللقاء من هذه الزاوية، لم تكن واضحة بصورة مؤكدة، لكن حكم الراية شاهدها بأنها غادرت. وهذه كرة تنفذ سريعة هنا الرأسية، هذه فرصة لنوروز ممكن تمريرة جميلة جميلة بالكعب العرضية، لكنها مرت. وتعود الآن نقلة جميلة من شيروان كردستان، دوران من داكوستا السنغالي يمرر للسروري، لكن على ما أعتقد نعم داكوستا مستلقين على أرضية الملعب. سلامات لداكوستا لاعب نادي الحدود، يمتلك برصيد 6 أهداف هذا الموسم. وأيضا دينيس أنتوي تكلم على الرصيد التهديفي 5 أهداف. وهنا الاستئناف على الجهة اليسرى، الاستلام من شيروان كردستان، شيروان يمرر لأحمد السروري البحث عن هدف أول للحدود داخل منطقة الجزاء، لكن ينتظر المساندة السروري والعرضية، الكرة السريعة وممكن هذه تمريرة سيف حاتم جميلة النقلة، لكن لا زالت قائمة من اليسار، صراع بدني، وهنا التشتيت، هنا الإبعاد الله على المرور يا باناما مرور جميل باللقطة الماضية، أو بانوم الأثيوبي بالرقم 44. بانوم هذه تعود لمصلحة الحدود. محمد فاروق يختار العودة للخطوط الدفاعية على ما يبدو. الشوط الأول نعم قريب من النهاية، 2 دقيقتين عن نهاية الوقت الأصلي، ولا زالت المباراة من دون أهداف. وهذه الكرة جميلة من بين الأهداف، هذا داكوستا يستلم ويمرر، هذا دينيس أنتوي، الله 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 الغاني دينيس أنتوي
بهدف جميل جميل. شوف التمريرة بالمليمتر، ودينيس أنتوي وفرسان الحدود يريدون حماية المملكة بقيادة الأمير حمزة هادي. وهدف أول جميل لدينيس أنتوي، ما يعطي الأفضلية، وهذا ما يعطي الأفضلية لفرسان الحدود. الحدود يحركون المياه الراكدة ويفتحون طريق الانتصار بهدف ولا أروع. هنا الاحتفالية، هنا الرقصة من دينيس أنتوي الغاني. نعم حضر الهدف في المباراة الدقيقة 44. دينيس أنتوي حضر بالتوقيت المناسب بالنسبة لنادي الحدود. يحتاجون للانتصار كما ذكرنا لكم بالمركز الأخير، لكن هل سيسمح بهذه النتيجة قحطان شتير ونادي نوروز؟ لا زال للحديث بقية. وشاهد عزيز المشاهد واستمتع بهذه المباراة الجميلة ما بين فرسان الحدود ونوروز. أيضا كرة تصل من اليسار، وهنا النقلة تعود. هدف أول وصل بالدقيقة 44. وها هنا التمريرة السريعة تعود لحارس المرمى هاني شاكر يلعب كرة. انتهى الوقت الأصلي وحكم المباراة سجد خالد يقدم 4 دقائق وقت بدل ضائع لنهاية النصف الأول والحكاية الأولى من هذه المباراة. شوط أول قريب من النهاية، هدف ممكن يعطي ثقة عالية لفرسان الحدود، لكن نوروز الآن الكرة تصل سريعة لنوروز، لكن الأقرب الحارس عبد الرحمن محمد هو من يستلم هذه الكرة. مرت بعيدة على إيفونيتش النيجيري، وهذه كرة تعود الآن من الجهة اليسرى، يسارية قوية والانتظار. شيروان كردستان اللي أمامك بالصورة. واللحظات والدقائق الأخيرة، حمزة هادي زرع حب وروح عالية بنادي الحدود بعد سلسلة من النتائج السلبية بالجولات ما قبل وصول حمزة هادي. وهذه كرة تعود الآن دينيس أنتوي اللي سجل الهدف الوحيد حتى اللحظة بهذه المباراة، اللاعب الغاني. هذا الرمية جانبية. نوروز على التنفيذ. مباراة جميلة، قلت لكم دورينا جميل، أهداف ومتعة وإثارة، وبالأخص هنا بالجولات هذه الأخيرة والحاسمة. جولات حاسمة ستكون لكل الفرق، فرق بالمقدمة اللي تبحث عن التتويج، الفرق متدينة الترتيب اللي تبحث عن الابتعاد عن المراكز الأخيرة. شاهدنا أيضا تحسن ممتاز بالمباريات الأخيرة لنادي ديالى، لكن الآن الصراع لا زال ما بين الحدود، بين ديالى، ما بين نفط البصرة، ما بين كربلاء. لا زلنا لم نتعرف على النهاية، لا زال هنالك الكثير، جولات متبقية. هذه الكرة تصل لأسو رستم يمرر تمريرة سريعة الآن، يمثل الشرطة وأربيل. رستم أيضا كان بطل لخليجي 25 مع منتخبنا الوطني بالبصرة. هذه كرة تنفذ. الله 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 الله، أي كرة أهدرت وضاعت يا إيفونيتش. قدم لك تمريرة على طبق من ذهب، لكنك لم تستغل هذه الفرصة. شوف التمريرة الجميلة من بانوم الأثيوبي. بانوم مرر للنيجيري إيفونيتش لكنه رفض الهدية. كانت فرصة لتعديل النتيجة ما قبل نهاية شوط المباراة الأول، لكن إيفونيتش بفرصة غريبة كانت باللقطة الماضية سيندم حظا إيفونيتش. وآهات وحسرات بالنسبة للاعبين نوروز على إضاعة هذه الفرصة. أيضا كلاوديو مارادونا مستلقين على أرضية الملعب آخر لحظات شوط المباراة الأول، ولا زال هنالك للحديث بقية بالشوط المباراة الثاني. كلاوديو مارادونا، محمد فاروق ارتكب المخالفة، والكرة تعود مرة أخرى رأسية وإبعاد. شوط أول جميل حضرت فيه الهجمات وحضرت به هدف واحد
سجلها دينيس أنتوني الحدود. الكرة تغادر إلى خارج الملعب. رمية جانبية. أنتوني الغالي سجل بالجولة السابقة وهو كان أفضل لاعب في الجولة 29 عندما سجل بشباك الكرخ. أيضا مهيمن سليم اللي سجل كذلك هدف لمرمى الكرخ. مهيمن سليم اليوم على دكة البدلاء بالرقم 77 ومعها صافرة لنهاية شوط المباراة الأول. نلتقي أنا وإياكم بشوط المباراة الثاني. لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة. الحدود هدف نوروز لا شيء. ما هي خيارات المدربين؟ حمزة هادي مع الحدود، قحطاني شتير مع نوروز. نلتقيكم بشوط المباراة الثاني. انطلاقه نحو الامام، ايجاد الحلول، كره اصطدت، توغل نحو الامام، تمريره ذكيه جميله لدياله وممكن هدف اول لمدينه البرتقال. الله 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 الله. دياله تضرب اولا وتكسر صمت البدايه من بوابه البرتقال، من بوابه البرتقال والانهار. جاء الهدف البرتقالي، يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70 أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله. أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش. هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يا سلام عليك يا أوباري. يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا هدف أول بعدما انتظرنا 70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي دياله سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير. سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. تمركز غير سليم وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأرضي والحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي. ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة 10. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل القضاء. ميسوكي يلعبها تركض إلى القائم وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز دياله يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها من شوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل. هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج
الجمهور. اللاعب رقم 12 كرة ارتدت من القائد، اكملها الصبحي الى داخل الشباك، وهدف ثاني، هدف امان واطمئنان لفريق القوة الجوية. 2 القوة الجوية لا شيء النجف، 2 القوة الجوية لا شيء النجف. هل سيثأر الصقور بما آلت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز في رباعية؟ من يدري. نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة، ممكن محمد جواد، محمد، وهدف ثالث. جول بالدقيقة 63 يضيف محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة، ويسجل في شباك فريق السابق النجف هدف التقدم الثالث. وقلت قد يثأر الصقور ويفوزون ويثأرون ويتقدمون برباعية من كرة جميلة مباغتة من محمد قاسم، كادت أن تكون هدف في شباك النجف، ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعبو الصقور. شوف المدافع، شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد، تعثر بوتشو والكرة تمر على يمين الحارس سرهنج محسن. الآن بنظرات أمام ليث معا، كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، الله! والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول يسجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهد هنا التقدم، وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء، يسجل الهدف الأول بالمباراة. أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء لنادي كربلاء. كريم بن عريف على التنفيذ، كريم بن عريف تلعب الكرة بالراس، هناك نقلة عدت بتصويبة، مضت، جول ثاني. العميد بكرة مباغتة، نعم، تسجل الهدف الثاني. أوتارا لنادي كربلاء للعميد اليوم وبهدف ثاني يعلنها. هنا الركنية نفذت، وهنا بتصويبة بالمصطفى راضي، ارتدت هناك، اصطدت، وأوتارا بهذه الرأسية التي أبعدت الكرة. مصطفى راضي من حسين طالب إلى أوتارا بهذه الكرة بعد ما شاهد الإعادة من حسين طالب، نعم، وارتدمت الكرة، اصطدت بأوتارا وغيرت مسارها ودخلت المرمى، أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. هنا اليوم نشاهد سيف رشيد يحاول بتصويب، الله يا سيف رشيد، هذا صاروخ، نعم، بكرة أرضية قوية. سيف رشيد فلا شيء جديد، هنا سيف رشيد، نعم، يسجل ومن مكان بعيد. شاهد هنا التمريرة، هنا التسديدة، هنا الصاروخ، هنا هدف تقليص الفارق من الحارث إلى رشيد، لا شيء جديد يا سيف رشيد، يعلن عن هدفه الثالث عشر هذا الموسم بتسديدة قوية بصاروخ يقلص من خلاله نتيجة المباراة. الفريق لا يستسلم ولن ييأس من أي لحظة، ممكن أن يعودوا ويعدلوا. الله! جاء هدف التعادل، ذكرتها لنفس اللحظات، إذا لم تستثمر هذه الفرص ستندم على تلك الكرات التي أضعتها. وجاء هدف التعادل بالدقائق القاتلة المتبقية من أحداث المباراة. يأتي هدف التعادل من البديل حيدر عبد الرحيم. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين. عند هذا الهدف الثالث بعد أن سجل هو
في شباك تروك ونوروز، واليوم يسجل في شباك نادي كربلاء. الله، الحارث حاتم، أي بداية وأي نهاية، أي بداية وأي نهاية. دائما ما يصنع الأهداف، لكن هذه المرة يسجل الحارث حاتم. وريمونتادا لنادي القاسم، ريمونتادا لنادي القاسم، يسجل بهدف ثالث. شاهد النقلة، شاهد الإعادة من الحارث. هناك لحيدر كاهد، هناك عادتنا بهذا المرور، فاجأت الجميع بدخوله وسدد من مكان بعيد. الله 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 الله، من الحارث حاتم خارج القدم بتصويبه من خارج منطقة ال18، تعلن عن الهدف الثالث في المباراة. ريمونتادا بالوقت القاتل لنادي القاسم. 3-2، يتكرر سيناريو مباراة كربلاء والنجف. نعم، لتصبح ب3 أهداف مقابل هدفين، استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه كرة، أوه، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. العميد، وهذا الشيء ليس من جديد على نادي كربلاء. نعم، لا يهتز العميد، لا يرتجف، لا يتراجع من العميد. والعودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة، هنا عبد الله حسون، شاهد التمريرة، مضت وصلت لحسين طالب وعادت بالتعادل ب10 لاعبين. يعدلون عبد الله، نعم، من حسين طالب. يا عبد الله حسون لحسين طالب. كرة بها الوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة، هدفين لاندريه السناطي. الكرة، الله، هدف 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 للسفانة للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الايمن، اول للسفانة، اول للميناء بكرة قوية جدا. تيسيليا كيسندا الظهير الايمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، اعطى الادفانتج. هنا اندريه الصناطي، لاحظ التحضير، كيسندا بزاوية صعبة، وهدف اول للسفانة، هدف اول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء، أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر، ربما وقت الحضور. هنا مراد، كرة الموسم يا مراد. الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم، نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظنا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد، أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات. خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن، داكوستا خطيرة للحدود، عالية، وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي، من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس برأسية لا يكذب خبر، ويسجل الهدف الأول، أول للحدود في مرمى الكرف.
يصل دينيس إلى هدف طبعا الخامس بدورينا مع حسين فاهم. عالية خطيرة، الله! إيفياني إيزي يعدل للكناري، رايح جاي يسجل. سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1 ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى، يعدل للكناري، 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة، عدل للكرخ، عدل للكناري. 1-1. لاحظ الرأسية ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود، دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم بلاخ البديل الناجح. مهيمن لاحظ بديل بهدف جميل، للبديل. لاحظ دينيس أنتوي، هاك روح قول، قوية جدا على طريقة الوالد نجم القوى الجوية سليم. طبعا لاحظ سليم بلاخ الآن الابن مهيمن بهدف ثاني للحدود، هدف غالي، هدف ب3 نقاط. الحدود انتصار أول تاريخي هنا في مدينة الرمادي أمام هذا الفريق. هنا يوسف أمارو، الله الله الله، أمارو سرق الكرة، أمارو سرق المحاولة، ويوسف يسجل الهدف الأول. بأقدام يوسف سجل الهدف الأول، ولكن عن طريق الدالي من وضعها في الشباك. يوسف صنع، يوسف من منافسات دوري النجوم العراق. انتهى شوط المباراة الأول بتقدم فرسان الحدود بهدف نظيف مقابل لا شيء. سجل الغاني دينيس أنتوي، وبذلك وصل لرصيده ب6 أهداف هذا الموسم. نوروز الآن ينتظرون شوط المباراة الثاني. أمامك بالصورة محمد فاروق الغاني الحدود ونوروز. 45 دقيقة بانتظار صافرة حكم المباراة سجاد خالد اللي أمامك بالصورة لمتابعة واستئناف شوط المباراة الثاني. ماذا سيفعل قحطان شثير ب45 دقيقة متبقية؟ حمزة هادي هل يحافظ على هذا التقدم أو يطمح ويبحث ليسجل هدف آخر، هدف ثاني؟ إذن شوط المباراة الثاني يشهد مشاركة اللي أمامك بالصورة هداف الفريق برصيد 14 هدف مروان حسين. إذن تغييرات وإضافات من مدرب نوروز قحطان شثير. وعلى بركة الله نجدد التحية معلقكم المعلق حسين سمير واصفا لمباراة الحدود ونوروز. الحدود أصبح على يمين الشاشة باللون الأبيض، أو عفوا نوروز باللون الأبيض على الجهة اليمنى، والحدود على الجهة اليسرى باللون الأزرق. إذن صافرة شوط المباراة الثاني انطلقت، وأمامنا 45 دقيقة. هذه كرة تصل لمارادونا، كلاوديو مارادونا. بعد ذلك تغادر الكرة إلى رمية جانبية. تدخل ممتاز لاعب الحدود سيف حاتم، وها هنا رمية جانبية من الجهة اليمنى لمصلحة نوروز. نوروز على التنفيذ يمنون النفس بأن يسجلون هدف التعادل. أما بالجانب المقابل الحدود يريدون هدف ثاني من أجل الاطمئنان، من أجل السيطرة على المباراة. هذه كرة تصل لمروان حسين الوافد الجديد اللي يستلم أول كراته. هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس موجود عبد الرحمن محمد.
هذا اللي امامك بالصوره هداف الفريق مروان حسين. هل تكون اضافته هو الحل بالنسبه للمدرب قحطاني شتير؟ اذا على مستوى التغييرات والاضافات احمد محمود بالرقم 20 هذا ما اراده قحطاني شتير من اجل تغيير رتم المباراه. اذا على التنفيذ الكره تصل من الجهه اليسرى، بعد ذلك الاستعاده للبحث عن الوصول. مروان حسين شارك بديل عن احمد، وهذه الكره اللي تعود من هنالك على الجهه اليمنى. نوروز لا زال يمتلك الثقه، الحدود لديه الرغبه، صراعات ما بين الفريقين، توجيهات حاضره تصل بالمنتصف الان لمصلحه نوروز. عوده للخط الدفاعي، تمريره للجهه اليمنى. احمد محمود البديل اللي مرر من الجهه اليمنى، بحث عن الاطراف. هذا احمد محمود مرة اخرى الوصول، لكن الحدود يريدون المرتده. محمد دلاور يتدخل، هذه فرصه وهذه كره فقد توازنه سقط، لكن ينهض لمتابعتها. يا سلام على المرور الجميل، وهذه الفرصه لنوروز من الجهه اليسرى، لكن مرت على اسو رستم، والكره تعود. فعاليه هجوميه واضحه بالنسبة لنوروز بشوط المباراة الثاني. هذا آسو أرادها من بين الأقدام، لكن السروري ممتاز بالافتكاك. الكرة تعود مرة أخرى، صراع ما بين اللاعبين، وهنالك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. تدخل كان من هذا اللي أمامك بالصورة أحمد السروري اللاعب اليمني، قدم تمريرة جميلة جدا بشوط المباراة الأول للسنغالي داكوستا، اللي ضربها برأسية ممتازة واصطدت بالعارضة. الآن رمية جانبية، سجاد خالد حكم المباراة يساعد حسين فلاح وباقر سلام وأمجد كامل، وبغرفة الفار تقنية الفيديو عصام فاضل وأحمد صبا. أعمال كثيرة على التغييرات، أحمد محمود مروان حسين بالنسبة لفريق نوروز. والآن الرمية الجانبية وعلى التنفيذ. أخطر الفرص اللي وصلت لنوروز قبل نهاية شوط المباراة الأول. نيدفيركي إيبونيتش النيجيري كان قريب من إضافة هدف التعادل، لكن الكرة تمرت بمحاذاة القائم الأيسر. إذا الكرة تعود الآن، دوران مع الكرة، نقل الكرة لحسين ضياء، حسين ضياء لأحمد السروري، تبادل الكرات والبحث عن دينيس أنتوي. تعود الكرة لحارس المرمى والإبعاد إلى خارج الملعب. حارس نادي نوروز هاني شاكر، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية جانبية لمصلحة الحدود. حسين ضياء قدم لي تنفيذها، حسين ضياء يعتمد عليه بصورة أساسية حمزة هادي. هذا دينيس أنتوي الغاني اللي سجل هدفه السادس بهذه المباراة، 6 أهداف برصيده بعدما سجل بالشوط المباراة الأول هدف على نوروز. والكرة من آسوم وتشتيت الخطر والإبعاد. إذن 40 دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي، ولا زال هنالك الكثير من الحديث. وهنا الصافرة والمخالفة، ومعها بطاقة صفراء. مروان حسين بعد مشاركته ب5 دقائق يتلقى بطاقة صفراء. هو هداف فريق برصيد 14 هدف. سلامات للاعب الحدود ستيوار مينا الكولومبي، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، وعلى ذلك ثالث البطاقات الصفراء تظهر. ندفريكي بطاقة، وسيف حاتم من الحدود بطاقة، والآن لمروان حسين بطاقة. ستيوار مينا الكولومبي ينهض من أجل استئناف اللعب، والمخالفة لفرسان الحدود تنفذ بصورة سريعة، يتركها لحارس المرمى هاني شاكر. تمريرة من الجهة اليمنى، بحث عن أحمد محمود اللي مرر تمريرة لكن طالت على زميله بانوم، وبعد ذلك تعود لفرسان الحدود. هذه كرة والرأسية تعود. عملية قطع الكرة وائل بن عثمان لأحمد محمود،
تصل لمحمد دلاور. محمد دلاور تمريرة ذكية، لكن حرب السرعة، حرب الصراع البدني، وإلى ضربة ركنية بعد السرعة الممتازة. استوار مينا أمام البرازيلي كلاوديو مارادونا، لكن الكرة إلى ضربة ركنية. مارادونا الركنية الخامسة لنوروز. كلاوديو مارادونا على التنفيذ. حديث مع اللاعبين من حكم المباراة سجاد خالد، لكن طلب تنفيذ الكرة. هذا هو كلاوديو مارادونا، يلعبها داخل منطقة الجزاء الرأسية. لكن مرت وها هنا الانطلاق. حسين ضياء اللي مرر، وها هنا الكرة للسروري، أحمد السروري اليمني، لكن الأقرب شوف الخط الدفاعي وحرب السرعة. حمزة عدنان عودة ممتازة وعملية قطع الكرة باللقطة الماضية، وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. حمزة عدنان اللي يمثل الكرخ والنجف والجوية والزوراء، وهنا الكرة تعود لأحمد محمود. سريع الكرة لمارادونا، الجهة اليمنى والخطورة لنوروز، لكن مارادونا اختار العودة لمنتصف الملعب، يمرر لزميل الآخر حمزة عدنان. تعود الكرة الآن قحطان شتير اللي وصل خلفا للمدرب البرازيلي فييرا، صاحب إنجاز 2007 لبطولة آسيا مع منتخبنا الوطني، الإنجاز التاريخي الذي باقي يخلد بالذكريات. أيضا كرة تعود الآن حمزة عدنان، تمريرة سريعة لآسو. الله ممتاز. آسو خلق لنفس المساحة وسدد من هذه المسافة البعيدة. آسو شوف بالإعادة مرور جميل أراد أن يركنها بالزاوية البعيدة، لكن مرة فكرتها جميلة. الكرة الماضية من آسو رستم يبحث من خلال هذه المباراة بأن يسجل هدف التاسع بهذا الموسم. الكرة تنفذ سريعة من الجهة اليسرى، تحضير، لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب. هذه رمية جانبية، كل البحث عن الأهداف. نوروز يطمح ويمني النفس لإضافة هدف التعادل، وبالجانب المقابل الحدود يبحث بكل الطرق لإضافة هدف ثاني من أجل الاطمئنان، من أجل البحث عن نقاط الثلاث. لكن نوروز سيبحثون، سيحاولون، سيجتهدون. وها هنا العودة الجميلة المميزة من اليمني أحمد السروري، يساند الخطوط الدفاعية وموجود بالخطوط الهجومية. هذه كرة تعود إلى حمزة عدنان يلعب كرة داخل منطقة الجزاء رأسية، والمتابعة مرة تعود إلى بانوم، لكن مرت على الأثيوبي بانوم. وهنالك ماذا يا سيدي الحكم؟ تغيير قادم، وتارا مع الحدود بالرقم 29. من يغادر؟ ننتظر ونشاهد. شيروان كردستان، شيروان يغادر أرضية الملعب. هنا التغيير يجريه المدرب حمزة هادي اللي وصل لتدريب الحدود خلفا للمدرب ثائر جسام، وما قبله كان حيدر عبد الأمير، وأراد تصحيح مسار الحدود. أيضا على التنفيذ أو بانتظار استئناف اللعب بهذه اللحظات. الكرة تنفذ بصورة سريعة، المباراة فيها هدف واحد حتى هذه الدقيقة. لازلنا ننتظر، لازلنا نشاهد من يسجل هدف قادم. هل هو الثاني للحدود؟ هل هو التعادل لنوروز؟ هل تبقى النتيجة 1-0 إلى النهاية؟ كل شيء وارد، لكن الإجابة عند اللاعبين، الإجابة عند اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. أيضا كرة تصل على الجهة اليمنى، سريع الكرة الآن ملعوبة لنوروز، لكن محمد دلاور
بكرة يسارية قوية مرت إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى خارج الملعب. محمد دلاور وهذه بالإعادة. محمد دلاور أرادها على الطاير لكن بعد ذلك كرة مرت إلى خارج الملعب. أيضا على التنفيذ حارس المرمى عبد الرحمن محمد. كرة ملعوبة بمنتصف الملعب. محمد فاروق الغاني يلعب كرة سريعة. بعد ذلك تبادل التمريرات العالية والبحث عن المساحات، البحث عن الحلول، لكن هنا الصافرة موجودة بهذا التوقيت. حديث لا زال، حديث موجود في هذه اللقطات. دقيقة 57 وفرسان الحدود هو من يتقدم على نوروز بهدف الغاني دينيس أنتوي. هذا كلاوديو مارادونا على التنفيذ. مارادونا، كلاوديو يبحث وينتظر الصافرة البرازيلي. جهات من الحكم سجاد خالد. كلاوديو مارادونا، نوروز 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 بهدف التعادل بالدقيقة 58. كرة باغتت الجميع، كرة باغتت الكل، وهدف التعادل يأتي لنوروز، يأتي لنوروز. نشوف الإعادة. هل هنالك حديث؟ هذه التمريرة من بانوم، المتابعة والهدف. محمد الزريقات الأردني محمد الزريقات يسجل هدف التعادل لنوروز بهذا التوقيت، بهذه اللحظات، بعد تمريرة جميلة من بانوم. بداها البرازيلي مارادونا وبعد ذلك الأثيوبي بانوم، ووصل الأردني محمد الزريقات، وبذلك الهدف يحتسب بعد التشيك فار. والآن هدف مقابل هدف. هذا التعادل يصل بالدقيقة 58. لم ينتظر كثيرا نادي نوروز بالشوط الثاني، ووصل المدافع القادم من الخلف محمد الزريقات الأردني. الآن هذا الهدف ممكن يعطي دافع معنوي وثقة عالية لأبناء نوروز. هذا آسو عودة، تدخل، لكن قطع الكرة وحكم المباراة قريب على إخراج الكرة للإطمئنان على سلامة لاعب نادي نوروز آسو رستم. أيضا الدقيقة 60، نصف ساعة متبقية. هل بإمكان آسو المتابعة؟ سننتظر. أيضا تدخل كان قريب جدا. حكم المباراة هو من يمتلك الخيار النهائي، مد السرور اليمني. قلت لكم دائما ما يساند المدافعين، وأيضا بالخطوط الهجومية هو أول الواصلين. لاعب ممتاز اليمني أحمد السروري. نصف ساعة متبقية يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي للجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق موسم 2024-2025 ما بين فرسان الحدود وما بين نوروز اللي سجل هدف التعادل بالدقيقة 58 بإمضاء الأردني محمد الزريقات. هذه كرة تعود للحدود، اصطدت وغيرت مسارها. كلاوديو مارادونا يطالب بلمسة يد، نعم موجودة. حكم المباراة قريب سجاد خالد يؤكد اللمسة اليد. أحمد محمود على التنفيذ يتركها ندفريكي النيجيري إلى صاحب الأسيست بانو الأثيوبي صنع الهدف التعادل. تعود لمارادونا، كلاوديو مارادونا. آسو يستلم، آسو يبحث، آسو ينتظر، آسو العرضية، وهذه الكرة محمد دلاور يبحث. قوية من مارادونا، لكن عبد الرحمن محمد تصدي ولا أروع. وشوف الإعادة العرضية الجميلة، الإبعاد كان موجود، وهذا دلاور تسديده، لكن الحارس عبد الرحمن محمد
هو من تصدى للكرة الماضية. على التنفيذ، كرة من الجهة اليمنى الركنية الخامسة لنوروز، تنفذ الكرة رأسية، لكن الحارس هو الأقرب. شوف الفاعلية بشوط المباراة الثاني، اختلفت أمور كثيرة. حضر نوروز، سجل التعادل. هنا شوف الثقة من اللاعب محمد دلاوة. كرة تعود مرة أخرى لأحمد محمود. بانوم والتغيير، اللعب على اليسار مع زميله حمزة عدنان. تعود مرة أخرى أحمد محمود. عملية السيطرة على خط الوسط بالنسبة لنوروز. بانوم هو من يحرك كل شيء، بانوم يقدم كل التمريرات، لكن أحمد محمود بتمريرة بعيدة إلى الحارس عبد الرحمن محمد. هذا هو أحمد محمود. إذن الكرة للحارس عبد الرحمن محمد. دقائق تمر والتعادل يسيطر على أجواء اللقاء، هدف مقابل هدف. شوط أول سجل فيه الحدود بإمضاء دينيس أنتوي، والشوط الثاني يعدل محمد الزريقات لنوروز بالدقيقة 58. هذا أحمد محمود يمرر لمارادونا، كلاوديو مارادونا، لكن صافرة ومخالفة لمصلحة نادي نوروز، أكدها حكم اللقاء سجاد خالد. مارادونا قدم فاعلية هجومية مميزة بهذه المباراة. شاهد بالإعادة كان يحافظ على كرته، لكن التحام كان موجود، والكرة تعود إلى الحدود من الجهة اليسرى. تمريرة سريعة، بعد ذلك انطلاقة الحدود للبحث عن هدف ثاني. هذا مرور، هذا داغوستا يمرر لدينيس أنتوي. أوه لا زالت للحدود، وبانوم بالتوقيت المثالي يعود لتصحيح الموقف. إذن كرة إلى رمية تماس. هذا آسورست، هذا أحمد السروري اليمني، قدم مباراة كبيرة اليوم، لكن يبذل جهد بدني عالي حتى اللحظة. مساندة دفاعية، مساندة هجومية، خلق الفرص من الجهة اليمنى. هذه كرة مرت وطالت على دينيس أنتوي. تعود الكرة لمحمد فاروق الغاني، لكن محمد فاروق يشكو من إصابة، يسقط على أرضية الملعب، وبانتظار أن تغادر الكرة للاطمئنان، لكن ينهض محمد فاروق. الآن تقف المباراة للاطمئنان على سلامة. لم ينهض، لا زال محمد فاروق الغاني. نشاهد بالإعادة. التحام على مستوى الكاحل. سلامات يا محمد فاروق. حديث الآن، اهدى يا دينيس أنتوي، اهدى يا محمد الزريقات. عملية تهدئة الأوضاع من حكم المباراة. نوروز هذا الموسم فاز على النجف 2-1، ديالا كذلك بنفس النتيجة، الميناء 1-0، كرخ بنفس النتيجة، أربيل 2-0، ديالا 4-1، هوك 3-1، والطلبة 1-0. أكبر فوز لنوروز هذا الموسم على الميناء بخماسية مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق المهاجم مروان حسين اللي سجل هاتريك بمرمى السفانة. ماذا هنالك يا سيد الحكم سجاد خالد؟ عملية تهدئة الأوضاع والحديث مع اللاعبين دينيس أنتوي، ستيوار مينا، وكذلك محمد الزريقات. بطاقة لثلاث لاعبين، بطاقة صفراء لثلاث لاعبين، محمد الزريقات، دينيس أنتوي، واستيوار مينا الكولومبي. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ الحكم سجاد خالد هو من ظهر بهذه اللحظات. نعم كان قريب، شاهد الحالة واعطى بطاقة صفراء لثلاثة لاعبين. ننتظر الآن هدف مقابل هدف، تعادل يسيطر على أجواء هذه القمة، ومتبقي 25 دقيقة
على نهاية شوط المباراة الثاني والوقت الأصلي. دينيس أنتوي اللي سجل هدف الحدود الأول بشوط المباراة الأول ووصل برصيده 6 أهداف هذا الموسم. كذلك هنا محمد الزريقات الأردني اللي سجل هدف التعادل لنوروز، تلقى بطاقة صفراء. هذا اللاعب يسقط على أرضية الملعب ويشكو من إصابة أو ينهض لمتابعة اللعب. أحمد السروري قلت لكم قبل لحظات جهد بدني عالي يقدمه هذا اليمني بهذه المباراة. هذا الكرة تعود لدينيس أنتوي، صراع بدني مع محمد زريقات. لا زالت الكرة لكن سجاد خالد قريب من الحالة ويطلب باستئناف اللعب. حديث دينيس أنتوي يمتلك بطاقة صفراء. اهدى يا دينيس أنتوي. الكرة تعود الآن للخط الدفاعي، تمريرة سريعة عن طريق التونسي وائل بن عثمان. عملية تغيير اللعب على الجهة اليمنى، محمد دلاور يلعبها للبرازيلي كلاوديو مارادونا، لكن كرة محمد دلاور غادرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية تنفذ بهذه اللحظات، تعود مرة أخرى انطلاقة نحو الأمام، انطلاقة لدينيس، لكن الصراع الصافرة والمخالفة لمصلحة نوروز. دينيس أنتوي شاهد بالإعادة، زال صراعات ما بين دينيس أنتوي ومحمد الزريقات بأقل من دقيقتين، 3 تدخلات والتحامات من أجل الحصول على الكرة. منافسة شرسة ما بين المدافع وما بين المهاجم، لكن تتكلم المدافع اليوم محمد الزريقات سجل التعادل. شوف هذا بالإعادة، بدأت من كلاوديو مارادونا البرازيلي، استلمها ومررها الأثيوبي بانوم ووصل الأردني محمد الزريقات ليسجل هدف التعادل بهذه الكيفية بهذه الصورة. صراحة هدف جميل لنوروز. هل تبقى النتيجة على هذا الحال، هدف مقابل هدف؟ هل نشهد أهداف قادمة بالأوقات المتبقية؟ أشياء كثيرة من الممكن أن تحصل. إذن استئناف اللعب والكرة تصل على الجهة اليسرى، أحمد محمود يستلمها لكن الإبعاد. هذه انطلاقة محمد فاروق لم يستطيع الوصول للكرة. بانو لأحمد محمود، عملية تغيير اللعب على الجهة اليسرى والبحث عن آسو رستم. تمريرة تعود للظهير الأيسر حمزة عدنان، استلام ممتاز ندفريكي النيجيري، ندفريكي إيفونيتش. تعود الكرة الآن، عملية تبادل الكرات، ثقة عالية لنوروز بعد هدف التعادل، لكن مدرب الحدود لا زال بنفس الطريقة، لا يعتمد على الضغط على حامل الكرة من أجل أن لا يترك أي مساحات بالخطوط الدفاعية. الكرة تعود الآن، هذا هو حمزة عدنان يختار العودة لحارسة هاني شاكر. تمريرة للتونسي وائل بن عثمان، محمد دلاور، تبادل الكرات لا تلعب بالنار. هنا التمريرات الضعيفة من الممكن أن تكلفكم هدف، وعملية تشتيت الخطر كانت موجودة من الحارس هاني شاكر. تمريرة الآن من اليسار، دخلنا بالدقيقة 70، ثلث ساعة أو 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. تعادل يسيطر على أجواء اللقاء. كرة تعود، البحث عن تمريرة لحسين ضياء، ظهير الأيمن للحدود. حسين ضياء إلى السروري، أحمد السروري لم يمر أمام حمزة عدنان. هذا آسوب بخارج القدم. تعود الكرة، فاعلية هجومية بالنسبة لنوروز، لكن أخطاء لاعبين المنتصف بالكرة الماضية. نتكلم عن واتارا اللي شارك بديل، وهذه كرة لمارادونا. مرت كرة يا كلاوديو البرازيلي، لكن على ما يبدو هنالك راية قبل تسديد كلاوديو مارادونا. هذا تغيير آخر لنوروز، علي صالح هو من يشارك ويغادر صاحب هدف التعادل الأردني محمد الزريقات. على ما يبدو تعرض لإصابة، نشاهد هنا بالإعادة. نعم، سلامات. غادر مصابا الأردني محمد الزريقات، والآن مشاركة اللاعب علي صالح بالرقم 23. كرة تعود الآن للحدود بمنتصف الملعب، يريدون المساحات، يريدون الوصول، فرسان الحدود يريدون تجنب
البقاء بالمراكز الأخيرة، وبالمركز الأخير حاليا مع هذه النتيجة يصبح برصيده 18 نقطة إذا انتهت بالتعادل. والكرة تصل لحسين ضياء من الجهة اليمنى. حسين ضياء يلعب كرة سريعة عالية ممتازة. دينيس أنتوي بعدما مرر له داكوستا، وهذه كرة سهلة لحارس المرمى هاني شاكر. ايضا الكرة تعود لأحمد محمود. تغييرات ليجراها المدرب قحطان شتير، ما اضاف احمد محمود الان علي صالح، هذا آسم ايضا اضاف هداف الفريق مروان حسين. كرة تعود الان، تبادل للتمريرات ما بين لاعبين نوروز. مباراة جميلة شاهدنا فيها الاهداف من الطرفين، شاهدنا فيها كذلك الهجمات من الطرفين. هذه الكرة لآسو قائد الفريق. آسو 1 على 1 امام واتارا، لكن يختار العودة الى حمزة لأحمد. احمد محمود، آسو، لكن تمريرة كانت ضعيفة وبذلك الكرة تغادر الى خارج الملعب. حمزة عدنان لمثل الكرف والنجف، والكرة تعود لأحمد محمود. تمريرة للأثيوبي بانوم، عودة مرة أخرى. تمريرات، هذا محمد دلاور يمرر له كرة أرضية لكن مرت على المهاجم مروان حسين لتعود الآن للحدود. عملية قطع الكرة واضحة في اللقطة الماضية، تدخل موجود. وهنا البطاقة صفراء بهذه اللحظات. هذا سلامات للاعب الحدود علي صالح، سوء حظه بعد مشاركته بدقيقتين تلقى البطاقة الصفراء. تغيير اضطراري كان بعدما تعرض محمد الزريقات الى الاصابة. هذا امامك بالصورة. هذا الكرة تعود مرة اخرى لحسين ضياء. حسين ضياء يحاول يمر لكن مقطوع الكرة. آسو مرور جميل. كرة تعود لمصلحة الحدود، انطلاقة جميلة لكن مرت على محمد فاروق. آسو رستم يغير اللعب على الجهة اليمنى. كلاوديو أوليفر مارادونا. تعود الكرة لأحمد محمود. تبادل الكرات، نوروز يسيطر بالشوط الثاني وبالأخص بعد هدف التعادل. أحمد محمود يبحث الآن، تمريرة تعود، البحث عن الظهير أو عن الجناح الأيسر، لكن بانوم. هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء ممكن، لكن متابعة كانت حاضرة، ومدافع الحدود موجود في اللقطة الماضية. مين هذه؟ مرتدة، هذه للفرسان، هذه للحدود. داكوستا ينتظر. داكوستا تأخرت يا داكوستا، وكانت فرصة مثالية. والآن إلى ضربة ركنية. تمريرة جميلة الأولى كانت، لكن داكوستا أراد أن يخلق لنفسه المساحة ويسدد ليسجل هدف ثاني بهذه المباراة. أيضا أحمد السروري اليمني على التنفيذ. أحمد السروري في انتظار حكم المباراة سجاد خالد، وعلى التنفيذ من الجهة اليمنى. عملية الانتظار، السروري ملعوب الكرة لكن رأسية موجودة للإبعاد. وها هنا مارادونا البرازيلي والسرعة. مارادونا، كلاوديو، لكن عودة ممتازة من الظهير الأيسر سيف حاتم. حرب السرعة كانت موجودة باللقطة الماضية، وعودة الآن. هذا يؤكد حكم اللقاء. الكرة مرت، سلامات يا سيف حاتم. سيف حاتم اللي استطاع اللحاق بالبرازيلي مارادونا، وبذلك الكرة إلى ضربة ركنية. سادس ضربة ركنية لنوروز على التنفيذ. الكرات الثابتة
هل تكون هي الحل بالنسبة لنوروز؟ مارادونا على التنفيذ، كلاوديو، لكن اصطدت وبذلك ايضا تغادر الى ضربة ركنية. تنفذ بصورة سريعة، ملعوبة الكرة من آسو رستم. اوه سلامات، سلامات يا احمد السروري، اصطدت الكرة على ما اعتقد بوجهه. سلامات لاحمد السروري، شوفها بالاعادة. اوه نعم، اصطدت بوجه اللاعب احمد السروري. بنتكلم عن احصائيات فريقين بهذا الموسم. نوروز سجل 35 هدف واستقبل 34 هدف، اما بالجانب المقابل الحدود اللي سجل 29 هدف واستقبل 60 هدف. اكثر فريق تعرض للخسارة حتى هذه الجولة، لكن تغير امور كثيرة مع حمزة هادي عندما وصل للفريق. اي نعم، بمباراته الاولى خسر امام اربيل 1-0، بعد ذلك تعادل مع صقور الجبال نادي دهوك هدف مقابل هدف، وبالجولة الماضية انتصر على الكرخ بثنائية مقابل هدف. هنا تغيير للحدود، مهيمن سليم اللي سجل هدف على الكرخ بالجولة الماضية يشارك الآن. مهيمن سليم هذه هي أوقاته، هل من الممكن أن يفعلها ويسجل هدف؟ دينيس أنتوي سجل على الكرخ بالجولة الماضية، وكذلك مهيمن سليم بعدما شارك بديلا بعد 10 دقائق سجل هدف ثاني. وها هنا الضربة الركنية تنفذ ولكنها مرت من القادمين من الخلف. وائل بن عثمان التونسي أراد أن يباغت دفاعات الحدود وحارسة عبد الرحمن، وها هنا الكرة إلى ضربة مرمى. كلا الحارسين تلقوا هدف في هذه المباراة. استمارات كانت موجودة على مرمى الحارس هاني شاكر بالشوط الأول، وبالجانب المقابل عبد الرحمن محمد حارس نادي الحدود. أيضا اختبار واحد كان من آسو. هذه كرة تعود ممكن لنوروز من الجهة اليمنى لنوروز، تسديد. مباغته الكرة مرت، كانت قريبة، اصطدت وغيرت مسارها وبعد ذلك الى خارج الملعب. آسو نشاهد بالإعادة، اصطدت نعم وغيرت مسارها، كانت ممكن ان تباغت الحارس، لكن شوف ردة الفعل الجميلة والممتازة للحارس عبد الرحمن محمد. كانت النيران الصديقة قريبة باللقطة الماضية. آسو رستم كان قريب من ان يباغت الحدود بهدف عكسي. ايضا الكرة تعود ضربة ركنية لم يستغلها نوروز هذه الكرات الركنية، لكن هذه المرة هذا جرى مع آسو. سجاد خالد حكم المباراة ماذا يؤكد بهذه اللحظات؟ هل شاهد ما حصل مع مهيمن سليم؟ مهيمن سليم اللي شارك قبل لحظات. الآن آسو مستلقي على أرضية الملعب. إذن نادي الحدود هذا الموسم فاز فقط ب5 مباريات، تعادل بمباراتين، خسر 22 مباراة. والآن الضربة الركنية لنوروز. كلاوديو مارادونا ينفذها داخل منطقة الجزاء، والحارس والإبعاد رأسية. جول نوروز البديل الناجح علي صالح يسجل ثاني أهداف نوروز بعد رأسية جميلة. قحطان شثير والبديل الناجح والبطاقة الرابحة علي صالح. نعم شوف بالإعادة اصطدت بالعارضة، لكن وصل علي صالح ليسجل ثاني أهداف نوروز. الاعتدال الربيعي
ما أروعك يا علي صالح. هدف جميل بدقيقة صعبة، وهنا فرحة الكادر التدريبي قحطان شتير ومساعديه. هدف التقدم بالدقيقة 80 لمصلحة نوروز. انقلبت الطاولة، انقلبت الأمور، لم يستطيع نادي الحدود الصمود بشوط المباراة الثاني. أيضا هدف ثاني لنوروز لما سجل محمد الزريقات دقيقة 58. الآن يسجل علي صالح تشيكين جول بانتظار غرفة الفار عصام فاضل وأحمد صباح. هل الهدف صحيح أو لا؟ القرار النهائي للطاقم التحكيمي. هل تستمر الأفراح بالسليمانية أم تعود المباراة إلى التعادل الإيجابي؟ خلينا نشوف. إذن بانتظار سجاد خالد ينتظر تقنية الفار. نعم هدف صحيح احتسب لنوروز بالدقيقة 81. علي صالح، نعم غادر محمد الزريقات بالإصابة، شارك علي صالح بعدها بثواني تلقى بطاقة صفراء، والآن يسجل لهم هدف التقدم. الله على المرور. هذا ندفيركي ايفونيتش، لكن كرة تمرت. قلت رب ضارة نافعة عندما شارك بالتغيير اضطراري على صالح أتى لهم بهدف ممكن يكون هدف الثلاث نقاط لنوروز. الكرة تعود. دخلنا بالدقيقة 83، 7 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي في مباراة مثيرة جميلة مليئة بالهجمات والإثارة والأهداف. 3 أهداف حتى هذه اللحظة، هدفين لنوروز وهدف واحد للحدود. تغيير قادم حسين جبار يشارك بهذه اللحظات ويغادر علي حسن. حسين جبار إضافة من المدرب حمزة هادي. الكرة تعود بمنتصف الملعب، ملعوبة سريعة من الجهة اليمنى لكنها بعيدة. هل هنالك أمل للحدود؟ هل يمتلك الشغف من أجل التعادل بهذه اللحظات المتبقية أم يكون لنوروز رأي آخر؟ كرة الآن، لحظات صعبة. الجولة 30 ضمن منافسات دوري نجوم العراق موسم 2024-2025. كما تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي لحظات جميلة لمباراة فرسان الحدود ونوروز. هذه كرة آسو ممكن ثالث يا آسو رستم يحاول كرة تصطدت بالمدافع والكرة تعود الآن. فقد التوازن، الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو الوافد الجديد اللي شارك قبل لحظات، حسين جبار. كرة تعود الآن. أمامك بالصورة حمزة هادي غير راضي على هذه النتيجة. الكرة تعود مرة أخرى، انطلاقة لمحمد فاروق الغاني يمرر كرة سريعة من الجهة اليمنى لكن الأقرب هذا هو المدافع وائل بن عثمان. كرة تعود خاطئة، بعد ذلك الحدود، بعد ذلك المساحة. دينيس أنتوي يبحث عن المساندة. داكوستا يبحث عن المساحة، عن الحلول. داكوستا بعيدة هذه يا داكوستا. السنغالي أراد عرضية أن تكون داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. دينيس أنتوي اللي أمامك بالصورة هذا أيضا صاحب هدف التقدم لنوروز. علي صالح أيضا مثل نادي كربلاء، الآن هو مع نوروز، سجل هدف جميل برأسية باغتت الكل. 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي والتقدم لا زال لمصلحة أبناء السليمانية نادي نوروز. كرة مرت على كلاوديو مارادونا، تعود الكرة من اليسار، تمريرة مرور جميل من اللاعب سيف حاتم، يتركها إلى زميله، إيجاد المساحة. شوف القوة البدنية الحاضرة بهذه اللحظات
تنفذ للحدود من اليسار. ينطلق الآن إيجاد المساحات، إيجاد الحلول. لحظات صعبة، لحظات أخيرة. ممكن كل شيء ممكن، كل شيء وارد. هذه كرة قدم، لعبة المفاجآت. هذا حسين ضياء يلعب كرة سريعة الآن. تدخل الآن موجود بانوم الأثيوبي، مرتدة نوروز يقودها الآن مروان حسين إلى مارادونا، كلاوديو مارادونا البرازيلي لمروان، لكن الحارس عبد الرحمن محمد هو من يتصدى لرأسية مروان حسين. عملية بناء الهجمات لنوروز تقدم بصورة جميلة من المنتصف، يجدون المساحة على الأطراف وبعد ذلك يدخلون للعمق. شوف هذه التمريرة الجميلة، هذا الدخول. داكوستا السنغالي، داكوستا يلعب كرة سريعة للحدود. الرغبة موجودة، لكن هل يكون الوقت بصالحهم؟ الكرة الآن تعود على الرواق أو على الجهة اليسرى. تغيير قادم على ما يبدو لنوروز، تغيير قادم لنوروز بانتظار خروج الكرة. محمد فاروق الآن، محمد فاروق، عملية ارسال الكرة على اليسار، بعد ذلك ايجاد المساحات والكرة تغادر. نعم تغيير قادم لنوروز، سيشارك على ما يبدو تقي فلاح بالرقم 53، ويغادر البرازيلي كلاوديو مارادونا. قدم مباراة كبيرة اليوم، صنع أكثر من فرصتين، والآن يغادر راقص السامبا البرازيلي كلاوديو أوليفر مارادونا. يشارك تقي فلاح، تغيير من خلاله يريد المدرب قحطان كثير بأن يحافظ على هذا التقدم. تقي فلاح غادر مهاجم، يشارك مدافع، والكرة من اليسار. دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، الكرة تعود الآن. هذا صاحب الهدف علي صالح يلعب كرة سريعة بمنتصف الملعب والرأسية على اليسار، وتارا مرر له، وبعد ذلك العودة لحارس المرمى عبد الرحمن محمد. إيجاد الحلول، إيجاد المساحات. شاهد بالإعادة هنا أسفل الشاشة، ويقطع الكرة من علي صالح، وحمزة هادي يعطي التوجيهات من على الخط. حسين ضياء يستلم، حسين ضياء يختار العودة، وتارا يبحث عن كرة عالية. دينيس أنتوي، لكن الحارس موجود، الحارس هاني شاكر. دقيقة على نهاية الوقت الأصلي بعد التقدم بهدف مقابل لا شيء بإمضاء الغاني دينيس أنتوي. عاد نوروز وقلب الطاولة وسجل هدفين بمرمى الحدود. هذه كرة تعود من بانوم لكنها إلى خارج الملعب. رمية تباس، هذا هو هداف الفريق مروان حسين برصيد 14 هدف حتى اللحظة. شارك كبديل شوط المباراة الثاني، وصلت له فرصة كانت رأسية لكن تصدى لها الحارس عبد الرحمن محمد. هذه الكرة تعود الآن من الجهة اليمنى. حسين ضياء لمحمد فاروق، عملية تغيير اللاعب بالمنتصف. تمريرة جميلة على الجهة اليسرى. انطلاق الآن، ممكن المفاجأة من الفرصة، لكن لا زالت المحاولة. كرة ملعوبة عالية، والإبعاد من وائل بن عثمان التونسي اللي يبعد الخطر، ولكن لا زالت محاولات الحدود. آسو رستم، كرة سريعة من الجهة اليسرى. البحث حمزة عدنان أن يمرر لآسو. 6 دقائق انتهت 90 دقيقة أو 90 دقيقة، والآن إضافة 6 دقائق كوقت بدل ضائع لنهاية هذه القمة الجميلة. مباراة قدمت أشياء كثيرة وكانت ممتعة لكل المشاهدين. أيضا نوروز متقدم بفارق هدف على الحدود حتى هذه الدقيقة، والكرة تعود. مروان فقد التوازن وسقط على أرضية الملعب. هنا محمد فاروق، هذه المخالفة، فاول تكتيكي من أحمد محمود يتلقى من خلال البطاقة
على أحمد محمود. من المفارقات كلا اللاعبين اللي شاركوا كبدلاء مع نوروز، أحمد محمود وعلي صالح، تلقوا بطاقة صفراء. هذه الكرة الآن تمريرة لحسين ضياء. حسين ضياء يختار العودة لوتارا، وها هنا الكرة العالية للحدود، لكن مرت، لكنها كانت طويلة وإلى خارج الملعب. دقائق أخيرة متبقية مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نوروز هدفين، الحدود هدف، وبهذه النتيجة نوروز سيصبح برصيد 39 نقطة، والحدود سيبقى بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة في حال انتهت هذه المباراة بهذه النتيجة. إذا كرة آسو رستم زاد بالسرعة، آسو يبحث عن حمزة عدنان لكن اختار أن يرسل عرضية. ضربة ركنية أو ماذا يا سيد الحكم؟ سجاد خالد ماذا يؤكد؟ أوه ليس ضربة ركنية، استمرار اللعب. هذه الكرة داكوستا يبحث السنغالي داكوستا إلى من هذه الكرة؟ لكن الكرة مرت، تعود للحدود. 4 دقائق أو أقل على نهاية المباراة، والكرة لحسين ضياء، عرضية جميلة، جول، لكن الحارس موجود. حارس نوروز هاني شاكر هو من يتصدى للكرة الماضية. عرضية جميلة كانت من الظهير الأيمن حسين ضياء، وبذلك الكرة تعود بهذه اللحظات. يخسرها بانوم لاعب نادي نوروز الأثيوبي، وها هنا الكرة تعود محمد فاروق الغاني، لكن انطلاقه آسو لم يحافظ على كرة. تغيير آخر حسين منذر، تغيير آخر لنوروز، حسين منذر يشارك، آسو رستم يغادر. إذن آخر لحظات اللقاء، آخر الثواني واللحظات. حمزة هادي أراد الانتصار، لكن نوروز قدم مباراة كبيرة اليوم. لم تنتهي الأمور بعد، ممكن هنالك مفاجأة. كرة القدم تلعب حتى النهاية، حتى انطلاق صافرة الختام، وبعدها نستطيع أن نقول فاز الفريق وخسر الفريق الآخر. لم تنتهي بعد، ممكن مفاجأة للفرسان، أو ممكن مفاجأة من نوروز، أو ممكن تبقى 2-1. هذه المخالفة تنفذ سريعة داخل منطقة الجزاء، دربكة وصراع بدني بالكرة الماضية، وبعد ذلك الانطلاق من الجهة اليمنى. محمد دلاو، تمريرة سريعة، دقيقة ونصف متبقية على النهاية، وهذه الكرة على اليسار، عملية التحضير بالمنتصف، انطلاقة دينيس أنتوي الغاني يختار العودة، داغوستا السنغالي، تمريرة لكن تمكن زميله من اللحاق بها، وتعود الكرة على الجهة اليسرى. آخر دقيقة أمام الفرسان إذا أرادوا التعادل، لكن نوروز سيبقى يحاول من أجل المحافظة وخطف النقاط الثلاث. هذه الكرة بالمنتصف، محمد أواتار يختار العودة الآن، اندفاع واضح من لاعبين الحدود. هذا دينيس أنتوي، لكن كرة داكوستا يبحث، داكوستا عالية الكرة لكنها إلى خارج الملعب. مرت العرضية من السنغالي داكوستا، وبعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب. هاني شاكر يريدون استغلال اللحظات وهذه الثواني الأخيرة بانتظار صافرة الحكم سجاد خالد. شكر موصول أيضا لطاقم التحكيمي لهذه المباراة، سجاد خالد، حسين فلاح مساعد الأول، مساعد الثاني باقر السلام، حكم الرابع أمجد كامل، وحكام الفار عصام فاضل وأحمد صباح
الثواني الأخيرة على نهاية اللحظات، إلا إذا وصل هدف ثالث. هذا أحمد محمود إلى محمد دلاور من اليمين، تسديد لكن مرت ومعها صافرة الختام. مبارك لنوروز، 3 نقاط مهمة، أصبحوا الآن برصيد 39 نقطة. هارد لك لفرسان الحدود مع المدرب حمزة هادي. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحيات المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.